هلو. ليه يا دكتور الكلب بتاعي بياكل الستول بتاعه او الستول بتاع القط او الكلب التاني اللي معاه في البيت؟ طيب ده ممكن يكون بسببين، حاجه نفسيه او حاجه فسيولوجيه. خلينا نتكلم في النفسي الاول. ان لو الكلب ده في فتره الباتي تريننج ممكن يكون بيعمل كده عشان خايف من العقاب او خايف ان حد يزعق له انه عمل الستول في مكان غلط. لو الكلب باتي تريند وبيعمل كده رغم ان هو باتي تريند وبياكل الستول في المكان الصح لما يعمله في المكان الباتي، يبقى هنا الكلب ده ممكن يكون عنده انكزايتي او متوتر زياده عن اللزوم، قاعد لوحده عايز يلفت انتباه البات اونر بتاعه، عايز حد ينتبه له حتى لو هيزعق له. فدي حاجات ممكن ناخد بالنا منها شويه واحنا بنتعامل مع الكلب ومع نفسيته علشان يبطل يعمل الموضوع ده. طيب الموضوع الفسيولوجي ايه علاقته بالموضوع الستول يا دكتور؟ الموضوع الفسيولوجي ده ليه علاقه بالاكل. لو الاكل بتاعه فيه نقص للاملاح، نقص الفيتامينات، نقص عناصر معينه في الاكل، ممكن يبتدي الكلب يعوض ده بان هو ياكل الستول بتاعه او يبتدي ياكل حاجات غريبه في البيت. فلازم نراجع النظام الغذائي بتاعه، ونراجع لو هو محتاج اي سبلمنتس او مكملات غذائيه مع الدكتور بتاعنا، ونراجع برضو ادويه الديدان بتاعته ونشوف هل هو عنده عسر هضم، عنده مشكله نقص سبلمنتس، الاكل بتاعه مش كافي. ممكن يكون الكلب برضو شهيته عاليه قوي والاكل مش مواعيد ثابته، فبياكل كميات صغيره فمش بيشبع للاخر. فبرضو لازم ننظم الاكل بتاعه ونظبط مواعيد الاكل انها تبقى وجبات على مدار اليوم. بس كده.